كده انا رسمت البارتات كلها وهبتدي اعمل اسمبلي. طب انا هعمل اسمبلي ازاي؟ مبدئيا انا هختار بارت هثبته في النص وابتدي اجمع عليه بقيه كل البارتات التانية. وانا اخترت السلايدر هحطه في النص واثبته وابتدي اجمع عليه الفلانجة هنا الاولانية، هنا مكان الفلانجة الاولانية، والناحية التانية زيها مكان الفلانجة التانية، وهبتدي ان انا احط فيهم الشفطات والكي يربط ما بين الشفط والفلانجة، يعني هختار 2 كي. طب انا هفتح بارت ازاي، فايل بارت ازاي؟ هبتدي اعمل كده ميك اسمبلي فروم البارت ده اللي هو السلايدر، وابتدي اعمل ادوس عليه وادوس اوكي. هيبتدي ان هو يعمل لي، اختار سلايد تحت وابتدي ان هو هنا ابتدى خلاص، هو بقى كده هثبت لي السلايدر في النص. طب انا عايز انزل بقى بقيه الايه، بقيه البارتات. هاجي عند assembly و insert component. لازم تكون البارتات كلها مفتوحه على فكره عشان يعملها لك هنا كده. وهدوس على فلانجة واحد، خلي الفلانجة دي هنا كده، دوس اوكي. insert component فلانجة 2 هنا كده، تمام. خلي بالك شفط واحد هيبقى عند فلانجة واحد، تفضل تنزل في الحاجة كده. شفط 2 هيبقى عند فلانجة 2، وهنزل الكي واحد هنا، وهنزل كي برضو الناحية التانية. تعال نظبط البارتات على الشكل بتاعها. طب انا عايز اقلب الفلانجة دي بحيث انها خلاص هتركب هنا، ويبقى العلاقة بين الفلانجة والتانية سهلة. هختار موف ويز تراياد، هيطلع لي الست اتجاهات دول. هبتدي ألفها الناحية التانية 180 درجة، تمام. طلعها فوق شوية، جيبها كده شوية بحيث انها خلاص يعني تركب ايه، تركب هنا كده. ده نفس النظام، موف ويز تراياد، هلفه كده، اجيبه عشان يركب على الفلانجة، والفه كده عشان ايه، يظبط مكان الكي. نجيب بقى الكي، مجرد بس ان انا الفه موف ويز تراياد، الفه الناحية دي كده، ابعده شوية كده. ده كده اتظبط. نفس النظام هنا كده، كليك يمين، موف ويز تراياد، اعتله. دي بس هتبقى كليكاية يمين واجيبها كده عشان تبقى بالعرض. ممكن اقربها شوية. وده هنا ده هيبقى فوق، فانا ممكن اخليه الفه كده بس شوية. ممكن كمان يعني تسحبه عادي من غير موف ويز تراياد. نبتدي بقى نعمل ميت. طيب قبل ما نعمل ميت عايزين بس نعرف هنعمل ميت بين ايه وايه. اول ميت هتكون بين الجزئية دي من الفلانجة من السلايدر والجزئية دي من الفلانجة. طب هنعملها ازاي؟ بسيطة جدا وسهلة. هتدوس على ميت، هيفتح لك بوكس هنا كده. طبعا هنا عشان اخر حاجة انا دوست عليها ميك سيلكشن، عايز تعمل ميت بين ايه وايه، وايه نوع الميت اللي انت عايز تعملها. جميل جدا. طيب انا هختار الوجه ده، انا عايز اعمل ميت مع الوجه ده. هو اختار ميت على طول كونستنت، فعلا انا عايزهم كونستنت على بعض، تمام. انا كده دوست اوكي، ولو جيت حركت ده هتلاقيه بيتحرك عادي. فانا عشان اثبته انا محتاج ميت بين الوجه ده وبين الوجه ده. جميل. وادوس اوكي كده. انا عمل لي ميت، حشر لي الفلانجة جوه السلايدر وبتتحرك عادي. جميل، جميل جدا. بنفس المنطق هتدوس هنا ودوس هنا في السلكشن تول، ولكن خلي بالك كده انت مش هتعرف تشتغل على الكي
عشان تشتغل على الكي ممكن الاول ان انت كنت تركب الشافت، وبعد كده تركب الكي، وبعد كده تاخد الفلانجة كلها تركبها على السلايدر. ولكن احنا خرجنا السلايدر بره كده، فهنجيب الكي بقى قريب. حاول دايما ايه تظبط ايه شغلك الاول قبل ما تشتغل. ده كده ركب جميل. فهنبتدي بس ان احنا ايه نثبته. هو مبدئيا الوجه ده مع الوجه ده كوانسيدنت بس وهيلف، فاحنا مش عايزينه يلف، عايزينه يثبت مكان الكي. فانا هي النقطة دي مع النقطة دي عشان يبقى في مكان للكي يركب. تمام. انت لو جيت دوست هنا نورمال ده تمسحها، هتلاقي في مكان الكي. تمام. شايف القطع بتاع الشافت. بس هتيجي بقى تركب الكي مكانه هنا كده. حلو. تركبه ازاي؟ والله هو الجزئية دي هتركب هنا كده. تمام كونستنت. والوجه ده هيكون مع الوجه ده كونستنت. هتلاقي ان الكي برضو لسه بيلف. هتثبته من النقطة بتاعته للكورنر هنا كده. خلاص ثبت. تمام كده الكي ثبت. وانا اصلا عامل ريليشن مع مع السلايدر. فكده تمام. كده ده كله خلص. حلو. هنيجي نعمل نفس الجزئية بتاعت الثلاث حاجات دول مع نفس الثلاث حاجات دول، ولكن هنبتدي نشتغل الاول على على الشافت والفلانجة الاولانيين. نفس النظام. هنا النقطة دي او اللاين ده بقى مع اللاين ده بقى الاينمنت. وابتدي اركب الكي. اخد الشافت ده مع ده يركب عليه. وهنا النقطة دي، لا مش الوجه. ندوس ديليت. النقطة دي مع النقطة دي هيتثبت على طول. تمام. وبعد كده ابتدي اخد الوجه ده مع الوجه ده، وهلاقيه برضو ان هو بيتحرك يمين وشمال. انا مش عايز كده، فانا هاخد الوجه اللي تحت ده مع الوجه ده ويركبوا على بعض. وكده انا ركبت السلايدر على الفلنجات كده اهو. تمام. هبتدي بقى ان انا اعمل له دروينج.